فقرة ضيف اليوم ضيفنا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي الأستاذ عبد العزيز الروماني. سنناقش معه موضوع بداية موسم الاستهلاك مع اقتراب شهر رمضان الفضيل وحلول فصل الصيف وإلقاء الضوء على القدرة الشرائية للمواطن في ظل هذه المعطيات، وأرجو أن تبقوا معنا. إذن يستقبل المغرب كباقي دول العالم الإسلامي يستقبل بعد أيام شهر رمضان المبارك بطابعه الروحي وقيمه الدينية، إلا أن حلول هذا الشهر الفضيل يتزامن هذه السنة مع بداية موسم الصيف بكل ما يحمله لدى المواطن المغربي من إكراهات استهلاكية تمس مباشرة قدراته الشرائية والمعيشية. وللتعمق أكثر في تفاصيل هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف مباشرة في الاستوديو الخبير في الاقتصاد الاجتماعي الأستاذ عبد العزيز الروماني. سي عبد العزيز مرحبا بك. يعني قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، كيف ترون تزايد الإقبال على المواد الاستهلاكية الغذائية؟ ومن هنا السؤال، ماذا عن القدرة الشرائية لدى المواطن المغربي؟ في الأصل هناك شيئين متباعدين، يعني نعم. مع قرب شهر رمضان على أي حال، أولا إن شاء الله أقل من أسبوع ويحل هذا الضيف العزيز نعم. على الشعب المغربي وعلى المسلمين في كل أقطاب الأرض، وإحنا كنتمناو أنه يدخل على الجميع بالصحة والعافية وبمزيد من الأمن والاستقرار والرقي وكل ما يتمناه المواطن. نعم. بالنسبة لقضية المقدرة الشرائية أو القدرة الشرائية للمواطنين، هناك نقطتين هامتين. أولا، نحن في سنة فلاحية جيدة الحمد لله بكل ما توفره من إمكانيات غذائية، سواء تعلق الأمر بالخضار أو الفواكه أو الدواجن أو اللحوم أو القطاني، فالحمد لله الوفرة موجودة يعني متوفرة. والمغرب عكس السنة الماضية لن، كما قال الوزير المعني السي وفاء وزير الشؤون العامة والحكمة، قال بالله راه ما يستوردش من الخارج، ما تكونش البلاد محتاجة بس تستورد من الخارج. هذا جانب مهم جدا. إذا الوفرة متوفرة، لكن التناقض فاش كاين؟ في الأثمنة. من طبيعة الحال الأثمنة هي مرتفعة إذا قارناها بنفس المرحلة من السنة الماضية، مرتفعة بواحد النسبة ديال 1 حتى 1.2% إلى قارنا الأثمنة الاستهلاكية الموجودة، سواء المواد الغذائية سواء الاستهلاكية. رمضان ماشي فقط مواد غذائية، رمضان أيضا لباس، رمضان أيضا طقوس، رمضان أيضا إمكانيات أخرى كثيرة جدا تتطلب من طبيعة الحال قدرة شرائية مهمة. إذا المواد متوفرة لكن الأثمان غالية. علاش الأثمان غالية؟ أولا هناك واحد الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، همات بعض المواد بحال مثلا الشاي، بحال مثلا الدقيق، بحال مثلا الأرز، طبعا الحال قد ترتفع. هناك ارتفاع للمحروقات وكتأثر على المواد الغذائية طبعا. لأن هناك نقل طبعا. ومع المحروقات إذا هناك نقل، هناك لوجيستيك، هناك وسائل اللي كيوظفوا هذه المحروقات واللي كيزيدوا في الأثمنة إضافة إلى الوسطاء طبعا. هناك غلاء بارتفاع في الطريق السيار، وهذا أيضا كيأثر على سلع المواد الغذائية لأن وسائل النقل تمر عبر الطريق السيار. هناك أيضا كاين بعض المواد الأخرى التي تم ارتفاع أثمنتها أو الزيادة في أثمنتها لظرفية، إما لأنها تستورد من الخارج وطبيعة الحال، وإما لأن المواد الأولية ديالها مرتفعة. إذا هناك ارتفاع فعلا في المواد الغذائية. هذا الارتفاع يجب أن يتعامل معه المواطنين بمزيد من القدرة على التحكم في الآليات الاقتصادية، على التحكم في التوازن، حتى يمكنه من طبيعة الحال تجاوز هذه الفترة والفترة المقبلة بسلام إن شاء الله. طيب أستاذ عبد العزيز، ما هي العلاقة الجدلية ما بين مستوى الأجور وغلاء المعيشة أو غلاء الأسعار؟ هذا باب آخر أيضا كيلقينا الواحد الجانب اللي هو مهم. الأجور ظلت مستقرة في السنوات اللي مرت إلى اليوم. الأسعار ترتفع حسب لا الوضعية الاقتصادية العالمية ولا الإقليمية ولا المحلية، حسب الظرفية يعني. والظرفية من طبيعة الحال هناك رواج. ما ننساوش أن هناك مضاربات، ما ننساوش أن هناك احتكار، ما ننساوش أنه رمضان يتم التعامل معه بطريقة يعني الاستهلاك لا بالإمساك. هذه الأمور تؤثر كثيرا على المستوى المعيشي للأفراد وعلى قدرتهم على التجاوب. المقدرة الشرائية للمواطنين فيها جوج نقاط. من ناحية الاستهلاك راه ارتفعت
الحجم ديال الاستهلاك ارتفع بالمقارنه مع السنه اللي فاتت اكثر من 3%، وهذا نقطه مهمه تعني ان هناك رواج اقتصادي. هذا الارتفاع راه كي يساعد على النمو ديال الاقتصادي المحلي، لكن للاسف حنا كنتبعوا الحوار الاجتماعي. هناك الحكومه لم تدخل في مساله الاجور، هناك اخذ ورد مع النقابات، ربما لان النقابات لم تستطع الاقناع، لا تتواجد بقوه في الشارع. نعم. الحكومه من طبيعه الحال تسعى للحفاظ على التوازنات الاقتصاديه وعلى الميزانيه، وهذا الامر فيه اخذ ورد من طبيعه. طيب، وسنمضي في ذات الاتجاه يعني استاذ عبد العزيز. خلال السنوات الاخيره يعني يتزامن حلول شهر رمضان المبارك مع فصل الصيف، كيف يمكن للمواطن المغربي ان يحقق التوازن ما بين مناسبتين تزداد خلالهما المصاريف؟ هو في المنطق الاقتصادي شهر رمضان هو شهر ادخار، هو شهر اقتصاد، هو شهر إمساك روحاني، هو شهر كيصوم فيه الإنسان، كيتوقف على الاستهلاك وعلى الغداء وعلى التعاطي، وهذا المفروض هذا المفروض. نعم. 3 ل4 ديال اليوم هي إمساك عن الأكل. صحيح. معناه وعندك أكلتين رئيسيتين بعد الفطور والسحور. إذا نعم. وحتى شوف سي حسام، حتى التعاطي للمقاهي والتعاطي للخرج وكذا هادشي ما كاينش، الخرجات وغير ذلك والتحركات والاستهلاك الآخر الإضافي هو غير موجود بالضبط. في شهر رمضان. نعم. إذا يمكن لشهر رمضان الكريم أن يكون شهر تحكم في الاقتصاد، أن يكون شهر ادخار، إذا استطاع المواطن أن يتعامل معه بهذا الأسلوب، وأن يحاول أن يضبط الحاجيات مع المستلزمات اللي كيشوفها او الضروريات اللي كيشوفها. اذا ممكن التحكم في شهر رمضان لنخلق تلك الطفره الواجبه، وهي الدخول الى شهر الصيف اللي هو شهر سياحه داخليه، شهر تحركات، شهر استهلاك من نوع اخر من طبيعه الحال في للفرجه او للراحه او للاستجمام او لغير ذلك او للفنادق او لغير ذلك. اذا ممكن استفاده من هذا الشهر الكريم للادخار في المرحله المقبله، خاصة كما قلت أن 3 ل4 ديال اليوم هي بعيد عن التغذية وبعيد عن باقي الأنشطة اليومية. نعم. مؤخرا أدخلتنا منظمة الفاو ضمن الدول التي تعاني من يعني ضعف إشباع حاجياتها الغذائية والمعيشية. ما هو أولا تعليقكم على هذا التصنيف، وخاصة أنه كما ذكرنا يعني يتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك؟ فعلا سي حسام مزيان ان هذا السؤال تطرح، لان هذا التقرير ديال الفاو تار بزاف يعني الكلام والكتابه والمداد ديال الاقلام الصحفيه. نعم. خاصه ما انتبهناش لواحد النقطه مهمه، انه كان هذا التقرير ايجابي بالنسبه للمغرب، لكن فيه طرف اشارات كان لابد منها في اي تقرير. التقرير يقول ان المغرب هو من ضمن 15 دوله استطاعت ان تحقق اهداف الالفيه، استطاعت باش تحارب الجوع بالنصف كما كان، يعني نعم. القدرة على الوصول إلى المواد الغذائية في المغرب الحمد لله متوفر، والسياسة التي وظفت ما بين 2010 و 2015 أثمرت. كانت ناجحة. نعم. إذن هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، من غير أهداف الألفية جاء التقرير وطرح بعض المقاربات ضرورية، بعض الملاحظات الهامة جدا التي ترتبط بالقرية المغربية. القرية المغربية كيقول فيها التقرير أن 14.4 مازالوا كيعيشوا، أو 14 وشي حاجة مازالوا كيعيشوا تحت المعدل الدولي اللي مخوض اللي كيسموه عتبة الفقر، أو تحت من عتبة الفقر، اللي هو $1 وشي 25 سنت، اللي كنقولوا بواحد 12 درهم ولا 13 درهم. صعيب على الإنسان يعيش 13 درهم، سواء كان في القرية سواء كان في المدينة سواء كان في الهواء الطلق حتى ولو يكون في الصحراء. نعم طبعا. صعب. إذن لابد مثل هذه التقارير أن تكون فرصة أن نستفيد من الحصيلة ومن التحصيل ومن النتيجة التي أعطاها التقرير للمغرب، وأن ندفع بتنمية قريتنا بمخططاتنا، بفكها من العزلة، بتزويدها بالمرافق الضرورية، إن كانت مرافق اجتماعية أو اقتصادية أو صحية أو تنموية، لنخرج من مثل هذه الملاحظات، لأنها في الحقيقة تحرجنا، خاصة فعلا. أن واقعنا محتاج بزاف الدفعات من أجل النمو الاقتصادي. فعلا.
يعني أخيرا أستاذ عبد العزيز، كيف يمكن للمواطن، يعني بالعودة إلى موضوع اقتراب شهر رمضان المبارك، كيف يمكن للمواطن المغربي أن يتعامل مع ميزانية شهر رمضان الكريم كي يحقق التوازن ويمكن أن يدخر تحسبا لحلول فصل الصيف؟ هو غنمشيو في نفس كنصائح. نعم. الادخار ما كاينش في الثقافه المغربيه، كان في واحد المرحله، لان ما كاينش ربما بسبب الطقوس الجديده، بسبب العادات الجديده، بسبب الافكار الجديده، وبسبب الاكراهات. نعم. ايضا اذا فكر الادخار غير موجود. يجب استرجاع هذا الفكر في المرحله الحاليه، يجب استرجاع ذاك المفهوم اللي كان كيقول لك الدرهم الابيض ينفعك في النهار الاسود. لابد ما خصو تسترجع هذا الفكر هذا، لان اساسي كان موجود في عقيدتنا، موجود في مجتمعنا، موجود. اذا هذا الفكر ضروري. الثاني هو التعامل مع السوق بمنطق الحاجه، لا بمنطق الزيد على الحاجه، يعني تكميلي. الجانب التكميلي لا يجب أن يكون، خاصة في شهر رمضان. شهر رمضان هو كما قلت شهر إمساك وليس شهر استهلاك. ليس فعلا. شهر تبذير. ليس شهر إسراف. هو شهر تعامل، هو شهر روحاني أولا، هو شهر تعامل، هو شهر يعني قياس. يجب أن يعي المواطن هذه النقطة بالذات، وأن يتعامل معها بالطريقة المناسبة، ومن طبيعة الحال أن يشارك أسرته في ميزانية المنزل كامل، لأن هناك أطفال، هناك زوجة، هنا وأن يتم التحكم في هذه الميزانية في الاتجاه الصحيح. هذا ممكن جدا، ممكن، لأن بضبط الأثمنة ممكن اختيار أماكن الشراء، ممكن استغناء عن بعض الأشياء اللي مكملة. ممكن للإنسان أن يخلق أسلوب منطقي اقتصادي، خاصة أننا مقبلون من بعد رمضان على العيد الفطر. من بعد عيد الفطر هناك شهر الصيف، العطلة. من بعد العطلة هناك دخول مدرسي. أيضا هناك العيد الأضحى. إذن يجب التعامل مع هذه المناسبات بمنطق اقتصادي، أقول اجتماعي طبعا. الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لحضورك معنا. العفو. إلى هنا نأتي مشاهدينا إلى ختام فقرات هذه الفترة الأخبارية المسائية. شكرا لكم لطيب المتابعة ولوفائكم دائما لقناتكم الوفية دائما لكم ميديان تيفي. تحية وإلى اللقاء.